ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ويا رب النهارده يكون يوم حلو ويوم سعيد عليكم. جابلكم اخر الاخبار، ضحى وميكس. نورشين دخلت في الموضوع، كمان ناصر السلطي اتكلم على الموضوع، حتى نورس اللي فيه ما بينها وما بين ضحى مشاكل كتيره برضو علقت على اللي حصل. لو انتم مش متابعين اخر الاخبار فتعالوا اقول لكم كده سريعا ايه اللي حصل. اللي حصل يا جماعه ان دلوقتي ضحى موجوده في الاردن، اتمنعت من السفر من الأردن، وده بسبب حاجة عملها ميكس. هوريكم النهاردة كل حاجة وهحكي لكم كل حاجة بالأدلة عشان تعرفوا فعلا إنه ضحى في الموضوع ده بصراحة هي اللي مظلومة. أول حاجة خليني أقول لكم إن نورشين أردنية. نورشين أصلا قريبة كانت من الجروب ده ومن ميكس ومنهم، لكن دلوقتي شفنا نورشين اتحولت وبقت ضد ميكس. كمان في كاميرات مراقبة بتقول كلام كتير، كمان في مسجات اللي هنتكلم عليها اللي انا وريتها لكم امبارح. تعالوا كده بس ناخد الموضوع من الاول عشان لو انتم مش متابعين الموضوع اكون حكيته لكم بكل تفاصيله. اول حاجه ضحى المفروض ان هي راحت للاردن علشان تخلص ورق طلاقها، ولكن قبل ما تخلص ورق طلاقها كانت موجوده في قطر الفتره الاخيره ساعه الماتش وساعه الاحداث اللي حصلت، وشفناها طلعت واتكلمت وقالت ان هي قربت من ناس كانت عايزه تقرب منهم. اللي حصل في الوقت ده ان ميكس طلب من نورشين هي تتدخل وان هو عايز يرجع لضحى، وكان كل غرضه ان هو يلغي القضايا بتاعتهم. امبارح ضحى عرضت رسالة اللي ميكس قال عليها ان هي رسالة قديمة، وكأننا احنا مش هنقدر نشوف التاريخ اللي مكتوب عليها ونعرف اذا كانت رسالة قديمة ولا جديدة. يمكن لان التاريخ مكتوب بالفرنساوي فميكس مثلا بيلعب على ان مش كل الناس هتاخد بالها من تفصيلة زي دي، ولكن دلوقتي يعني مفيش حاجة صعبة، اي حد يقدر ياخد اي سكرين شوت ويترجم ويشوف فعلا هل الرسالة قديمة ولا لا. خلينا نقول لكم انه هي لا، الرسالة فعلا مش قديمة، الرسالة جديدة. كان بيطلب منها في الرسالة دي ان هي تكلم المحامي وبيقول لها ضحى يا حبيبتي يا حبيبتي، ضحى يا حبيبتي كلمي المحامي والغي كل حاجة. وفعلا ضحى عملت كده. نورشين معاها كمان رسائل بتقول نفس الكلام، وكمان في كاميرات مراقبة بتقول ان هو راح لها الفندق وحاول يقعد معاها. ما افتكرش ان ضحى هتقول كل الكلام ده وتكون كدابه فيه، لان هي اوريدي ورتنا مسج فيها الكلام ده. ضحى امبارح قالت له لو انت معاك اي حاجه تقول ان انا بطلب انك ترجع لي طلعها، وما شفناش طبعا ميكس بيطلع اي حاجه. ليه انا ضد ميكس في الموضوع ده؟ هقول لكم رايي وبعدين هوريكم اللي حصل امبارح كله في الفيديوهات. ميكس كلنا شفناه وهو مسافر للأردن. خليني أقول لكم إن أنا متابعة قصة حب ميكس وضحى من أول لايف طلعوه مع بعض. كلنا شفنا قصة الحب الفظيعة، وميكس مسافر لتونس وعمل محتوى يا جماعة. أصلا سناب شات بتاع ميكس بقى سناب شات وبقى عليه متابعين من سفريته لتونس. سافر تونس وكتب كلام كتير على إن الراجل بيوفي وإن الراجل الحقيقي هو اللي يوعد ويوفي. طبعا كتير جدا جدا، والناس كانوا بيقولوا مش ممكن حبها وسافر لها آخر الدنيا عشان يتجوزها. النهاردة هو قاعد مع والدها وقاعد مع أهلها عشان يتجوزوا. افتكر ان هو لما يطلقها المفروض يسافر ويطلقها. للنهاردة ضحى غير مطلقة، للناس اللي مش فاهمين الموضوع ومش فاهمين ليه ضحى بتتكلم في الموضوع. ضحى يا جماعة لحد اللحظة دي تعتبر غير مطلقة. هو طلقها في الأردن طلاق غير معترف بيه لأن هي متجوزاه على حسب القانون التونسي. هو مضى كتب كتاب تونسي. النهاردة مفيش طلاق بيحصل في كتب الكتاب التونسي غير بوجود الطرفين. هتقولوا لي تاخد ورقة الطلاق من الأردن وتروح لتونس وتعمل الطلاق بتاعها؟ مفيش الكلام ده خالص، ما بيحصلش. وفي ممثلة مشهورة جدا تونسية تخيلوا قعدت 30 سنة علشان تنفصل، وفي الآخر انفصلت بعد 30 سنة. طيب ده يرضي مين؟ ان هو مبسوط بحياته كل يوم يطلع يقول اتجوز اخطب اعمل اللي انا عايزه، وهي تفضل متعلقة بالطريقة دي؟ ما افتكرش ان اي حد ممكن يرضيه الوضع ده. طيب ليه هو مش راضي ينزل تونس؟ انا اقول لكم هو خايف ان هو ينزل تونس. طبعا القانون التونسي قانون مع المرأة جدا، فلو نزل تونس هيتقبض عليه لان المفروض يديها حاجات كتير، حقوق كتير، يعني زي كده القانون الأوروبي في الطلاق. هو طبعا خايف من الموضوع ده.
بس لو انت خايف يا ميكس من الموضوع ده ما كنتش تتجوزها اصلا بعقد تونسي. احنا شفناه بيكتب العقد التونسي وبيقول ان هو مش همه اي حاجة، ولكن اتاري عشان هو ناوي ان هو ما يدخلش تونس فمش فارق معاه العقد التونسي. هي قالت له في اللايف امبارح ان هي هتسامحه على اي حاجة في تونس وبيها تتنازل عن اي حاجة ليه في تونس. لكن ميكس حاول يقرب منها الفترة اللي فاتت عشان تتنازل عن القضايا اللي ضده في الأردن. وبعد ما تنزلت عن القضايا ونورشين تشهد بكده، تشهد في مسجات ما بينه وما بين نورشين، رجع قلب عليها تاني وقال ان هو اصلا مش عايزها تكون موجودة في الأردن، وكأنه ضحى في الأردن علشان تصالحه. ضحى في الأردن عشان لازم تاخد أوراق طلاقها محاولة منها ان هي تتطلق في تونس. بصراحة امبارح ضحى صعبت عليا جدا 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 جدا، وشفت ان ميكس غلطان بكل الطرق. يا جماعة حتى لو ضحى غلطانة وهي سبب الطلاق، النهاردة هو راجل راح قاعد مع أهلها، المفروض ان هو يروح برضه يقعد مع أهلها ويخلص الموضوع ويخلص كل المهاترات دي. لكن هو مسافر مصر وهيسافر ليبيا وقاعد بيرقص ومبسوط وعايش حياته زي ما كان راجل وراح يتجوزها يكون راجل وينفصل عنها. ده دلوقتي مش وقت مين فيهم اللي غلط ومين فيهم سبب الطلاق، ده دلوقتي مفروض ان احنا ننفصل، هو يتصرف زي ما راح كتب عقد تونسي يروح يطلقها من العقد التونسي. لكن مش عادل ان هو يروح يعيش حياته وهي تفضل قاعدة متعلقة بالطريقة دي. انا طولت عليكم، تعالوا دلوقتي اوريكم جزء من اللايف بتاعها ومن اللايف بتاعه، وبعدين هوريكم ناصر السلطي نورشين علقوا بيه. خبرني موضوع انه انا وقت اللي حبيت احكي لكم انه يعني الجلسة اللي حضرها غدر من أقوى أنواع الغدر اللي عشته في حياتي. في الليل تحكي معايا روحي كلمي محاميتك، الغي القضايا، الغي الأشياء. بروح أنا الغي القضايا. قال لي خليها تلغي. عند رسائل نورشين عندها رسائل، عندها كل شيء، أنا عندي كل شيء. رن على نورشين خلي تلغي القضايا. في قطر ميكس تواصل معي وقت اللي انا في قطر بده يرجع وكذا، وجاني الفندق لقطر، في الفندق في كاميراوات، صاحب الفندق قال لي بعطيك الكاميراوات انه ميكس اجاك والله يعني كل شيء مصور. طلع كله يعني ما فهمت شو القصه، انه بده اشيل عليه القضايا. شلت عليك القضايا، شلت عليك. انا واحده من الناس مسامحه شويه، نفقه 2000 3000 اردني 4000 بيتعوضوا بيجوني. بس انك يا ميكس تحكي معايا في التليفون وانت حاضر جلسة وتعرف راح يصير عليا، يعني راح يصير عليا منع سفر. انا اليوم امي بتحبك بتعشقك، بتعمل منع سفر على بنتك يعني، وانت عارف انه انت تعرف قانون البلد يا ميكس، انت تعرف قانون بلدك، انت تعرف قانون اشيائك، وانت تعرف الاشياء هذول. بالله ما بدي وينزل ولا تصميم انا ببكي فيه، ما بحب ينزلوا تصاميم وانا ببكي. خلص من اليوم بدي ضحى هيك عناوين، ضحى ضحى حي ضحى. يا اخي خلص انا بدي اتعلم من اغلاطي. فالساعه انا خلينا ننهيها بالصلح. قصتنا كانت قصه حلوه، كنا حبينا بعض، خليها تنتهي بالصلح. انا مسامحتك في كل شيء، أنا ما بدي منك نفقة، أنا ما بدي منك ولا شيء، بس بدي منك نتطلق زي ما تزوجنا، زي ما جيتني تونس نتطلق. وبتمنى لك كل الخير، ومستحيل أعمل لك ولا ذرة شر. ضحى مستحيل تشوف منها ولا ذرة شر، ولا ذرة شر، مستحيل. إذا أنا ضريتك في شيء اطلع وقول ضحى ضرتني في شيء. بتمنى لك الخير وبحبك كثير وبتمنى لك كل الخير، بس إنك تسوي هالخطوة. هي الخطوة اللي عذبتني وقفت لي حياتي. تونس والأردن نسويها مع بعض، تفيد هو ياخذ أسبوع الوقت من تونس لهون وتنتهي علاقتنا يعني جد حلوة تصير. أما كأنك تخليني في المفتوح وانت عايش وطاش ومن مكان لمكان. خلص تجيبوش يا عمي، تجيبيش سيرتي مشان الله. انا طلبتش طلبه قاعد بترجى فيك قدام الناس، شو بعد بديش كمان اكثر؟ خلص انا نزلت اشتغل على حالي، بدي اترزق الله، بدي اطلع، بدي اروح، بدي اجي، بدي ابث، بدي اعمل، خلص بدي اترزق يا عمي. شوهت سمعتي اقسم بالله اني وحياة الله يا اخوان شو بدكم اعمل لكم؟ والله انظلمت مع هالبنت،
والله انا انظلمت معها كثير يا زلمه. اذا مش قادر اسولف والله مش قادر. اذا هون ها هون ها، اذا ما تخلينيش انفجر والله العظيم قولوني هيك صار. اذا ما انظلمت معها كثير والله انظلمت معها كثير. خلص يوم بتطلع اهل الخامين، يوم بتطلع نعم الخام، يوم بتطلع اهل العصابه، يوم بتطلع ابو جد ابو امي عصا. بطلنا نفهم، بطلنا والله. اليوم قلت الكومنتات اقسم بالله يكتبوا اذا مشو هالمسخره، اذا بدهاش تخلص من هالموضوع، هذا ترند الجديد تبعها، هذا محتواها الطلاق. خلاص السكرين شوت اللي نزل على السناب هاي قضيه لحال، والفيديو القديم قضيه لحال. افهموا يا اخوان، افهموا عشان ما تصلكوا فكره مني غلط. السكرين شوت كانت بده يصير صلح وما صارش نصيب، خلص كل شيء انتهى تمام. وال شو اسمه والفيديو هذا قضيه ثانيه، هذا موضوع ثاني ملوش دخل بالطلاق، ما له دخل بالمره. بس هم طلبوها عشان تطلع بين الحلال والحرام، عشان يطلع بين الحلال والحرام وما راحتش. خلص انا عمي هسه انا شايفيني شرج، انا قاعد بطلب قدام الناس عمي جيبيش سيرتي، شايفيني شرج مش اي شيء سوشيال ميديا. خلص قسما بالله، خلص بالله والله قسما بالله العظيم اني مليت السوشيال ميديا، اني نفسي اعتزلها. انا نفسي بس مش راضي اعتزلها، في ناس بتحبني، شوهت سمعتي والله والله قسما بالله شوهت سمعتي، والله العظيم والله شوهت سمعتي قدام هالناس. واني والله ما قصرت معها بهالقد عشو هالقد والله ما كان ينقصها اشي. تطلب عيوني اعطيها اياه، والله تطلب عيوني اجيب معلقه بدي اطلع عيوني بس ترضى ضحى. اذا ضحى مش راضي يا اخوان يعني شو اسوي؟ انا وين اروح؟ طب ضحى مش راضي انا وشو اعمل؟ انا اللي حطيت بقصه منع السفر، انا ماليش دخل فيه، انا والله مالي دخل فيه. زمليت والله قرفت امي يا زلمه. خلاص ناصر السلطي من الناس اللي علقت على الموضوع، والأول مرة بشوف ناصر السلطي بيحاول ان هو يتدخل في حاجات، يعني غالبا هو بيحاول يكون بعيد على قد ما يقدر عن الدراما وعن المشاكل. ولكن هو امبارح قرر ان هو يتكلم وقال ان هما المفروض يقعدوا مع بعض لوحدهم بدون تدخلات، وأكد إن كل ده ما حصلش غير بسبب التدخلات. من الواضح إن كلام ضحى كان صح، من أول يوم هي بتقول الطرف الثالث هو اللي اتدخل. ما شفناش أهل ضحى بيتدخلوا من أول يوم، حتى بلال كان بيطلع مع ميكس جستات لحد من أسبوع أو 2 كان معاه في جستات كتير على التيك توك، وشفنا رحمة كمان بتتعامل معاه عادي جدا. فما شفناش تدخل من أهل ضحى أو من أصدقائها. ولكن من أول يوم ضحى بتأكد إن هم بيتدخلوا، إن أصحابه بيتدخلوا، وقالت إن أهله ما اتكلموش خالص. وده شيء غريب جدا. المفروض في المشاكل اللي زي دي أهله يتكلموا ويحلوا، يقولوا له يلا نروح لتونس، يلا نطلقها. لو هي مشكلتها في طلاقها من تونس يطلقوها في تونس ويريحوا نفسهم من كل المشاكل دي. الأهل يتكلموا مع بعض أكيد هيلاقوا حل ما بينهم. ده كان كلام ناصر السلطي. تعالوا أوريكوا قالي لا ضحى وميكس الصراحة يعني تمام. اللي عجبه واللي ما عجبه يبلكني. انتوا 2 كنتوا مناح، ولهسه مناح، ولهسه 2 في معدنكم طيب. فبتمنى منكم انتوا 2 بتمنى تنحل المشكلة راس براس. كيف يعني راس براس؟ راس براس. لا تدخلوا أطراف. أقسم بالله العظيم ما خرب الدنيا غير الأطراف. نورشين كمان اتكلمت في الموضوع، ويمكن نورشين متضايقه لان هي حاسه ان ميكس استغلها واستخدمها ان هي تقنع ضحى ان هي تتنازل عن القضايا، وفي الاخر عمل معاها الموقف ده. قالت ان هي بتشهد بالحق وان هي معاها رسائل بتثبت الكلام ده، وكمان قالت ان ضحى تستحق ان الناس تقف جنبها. ده اللي بيخليني اصدق قصه ضحى اكتر واكتر. زي ما قلت لكم مش مهم دلوقتي مين اللي غلطان، المهم ان هو راجل مسؤول زي ما راح يتجوزها ان هو يروح يطلقها. بالنهايه انا مش واقفه لا معها ولا مع غيرها، انا واقفه مع اللي عم بشوفه صح، واللي شفته بعيني انتم ما شفتوه. بقى انا بدي احكي كلمه نورشين، مش رح اسمي اسمها. انا زمان والله قسما بالله ورسم بنتي الغاليه اجاني شخص قسما بالله قبل ما اتلاقى بنورشين
وقبل ما اعرف نورشين وقبل ما اتعرف عليه اجاني شخص كنت بعزه كتير هيك وبحبه، قال لي ديري بالك منها. الانسان هذاك كنت يعني بشوفه انه بينصح فيا كتير، قال لي ديري بالك ما تخالطيها، ما تفوتي معاها كذا. اذبي انا ما صدقته وعشرتها وخالطته وفتت معاها وكنت نحكي معاها وكنا ديما نتفق انه راح نتلاقى. من اول يوم قعدنا فيه بعضنا فضفضنا. اذ بيلف الزمان نفس ما انا دفعت عليها في دارها، اذ بيلف الزمان تفرجيني هي امبارح اشياء انه كمان نصحها هي حتى ما نتلاقى، حتى تدير بالها. خليني اقول لكم ان امبارح كمان نورس اتكلمت في الموضوع ولكن بستوري، بس انا من الناس اللي اتفاجئت برد فعل نورس. ناس كتير تخيلوا ان نورس ممكن تشمت في ضحى لان هي كانت واقفه مع ميكس ضد الدنيا كلها، ضد كل التيك توك، ضد اصدقائها، يعني ضد كل الناس. فلما يظهر لها ان ميكس هو اللي غلط، وضحى امبارح قالت ميكس هو عدوي الاول، يعني ناس كتير من اللي عندهم خلافات مع ضحى وميكس مفروض ان هم يشمتوا فيها، ولكن شفنا نورس معدنها فعلا بان، وان هي واقفة مع بنت بلدها وواقفة مع الحق حتى بعد كل المشاكل اللي حصلت ما بينهم. حتى ضحى اتفاجئت من الستوري دي زي ما انتوا شايفين، ما نزلتش اي حاجة يعني كلام قوي في تفاصيل الموضوع، لكن بس دعت لضحى من قلبها ان هي تكون سعيدة وان ربنا يريح بالها. انا من الناس اللي كل ما بتفرج على نورس بحبها بصراحة اكتر واكتر. قولوا لي انتوا كمان ايه رأيكم في اللي حصل امبارح، اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. شايفين مين اللي غلطان؟ هستنى كل تعليقاتكم. انتوا استنوني بكرة انتوا كمان في اخر الاخبار عشان ما تفكوش اي جديد. من الواضح ان في اخبار كتير جاية في الطريق.